الاي جي 2. ان شاء الله اقدر اقدم لكم نبذة سريعة عن الكورس، وازاي بتكتب وازاي بايه تجتاز الكورس بطريقة سلسة ومبسطة. لان النيبوش مدياك تعليمات المفروض ان احنا بنتابعها، ان احنا بنتبع التعليمات ديت وبنمشي عليها. النيبوش مش عاوزة مننا ان احنا نبقى فتاين، او ان احنا نكتب حاجات اكتر من المعتاد. احنا جامدين، مقلناش حاجة، وجامدين اوي في المجال وفاهمين كل حاجة، بس بتعليمات النيبوش. النيبوش محددة لك تعليمات نمشي عليها نقرأها. النهاردة هنتكلم عن الشهادة الدولية العامة في السلامة والصحة المهنية. الوحدة التانية اي جي 2، اللي هو تقييم المخاطر. هو عبارة عن امتحان دوت مش اوبن بوك. ده امتحان النيبوش بيقول لك خد التقييم ده اعمله، مدياك القالب ومنزلة تعليمات تقرأها. مديلك مثلا قالب تبص عليه وتفهم النيبوش ده، بس هتشتغل على تعليمات النيبوش. اول حاجة لازم نبص عليها، لازم نبص على القالب اللي فين للنيبوش بعتاه، اللي بعتهولنا عشان نقدر نتكلم في اي حاجة. هنجيب القالب بتاع النيبوش، وبعد كده هنشوف. طيب شايفين القالب عامل ازاي؟ النيبوش بتقولك اسم منظمة. في هنا اسم المنظمة واسم الشركة اللي انت فيها. زي الشركة مثلا في السعودية، بلاش اختصار الشركات، عشان ما ينفعش. زي الشركة مثلا اي سي او، لا، هتعرف منين اي سي او؟ اكتب اسم الشركة كامل. نروح بقى للمكان. عندي المكان هنا. اكتب مكان الموقع اللي انت شغال فيه حاليا، لان كل مكان بيبقى فيه مكان رئيسي ومكان متفرع، ومكان في القاهرة ومكان في اكتوبر، جزء مشروع في حتة تانية. المهم انك انت تكتب مكانك فين وانت بتعمل الريسك. مشروع مثلا زي التجمع الخامس القاهرة جمهورية مصر العربية، انت ذكرت التجمع الخامس فين؟ محافظة القاهرة والجمهورية. لازم المكان مظبوط، مش مجرد التجمع الخامس بس ولا المحافظة. تمام، ان اللي بيصحح ممكن ميكونش من مصر. تمام، فيعرف التجمع الخامس مش هيعرف التجمع الخامس. تمام، لازم ان الجمهورية عشان المصحح. لو انا شغال في رياض مثلا، برج المملكة، مكة المكرمة، جمهورية المملكة العربية السعودية، وهكذا. يبقى انت لازم تكتب بالتفصيل المكان اللي انت شغال فيه. ما تكتبش جمهورية مصر العربية وبس، او البحرين بس، لا. عرف لي المكان اللي انت شغال فيه فين، فين بالظبط. يعني لازم نكتب المكان اللي انا فيه، المحافظة اللي انا فيها، والبلد اللي انت فيها. ممكن نضيف حاجة كمان، اكتب مثلا ماونتن فيو، فانا في موقع ماونتن فيو. يجي بقى يقول لك عدد العاملين في الشركة حاليا. عندي مثلا ممكن يكون 500 عامل، اللي انا بقول لكم عليه تمشوا عليه. تمام، 500 عامل عاوز تسيبهم كده، اوكي. عاوز تزودهم وتكتب عليهم، تشيل بقى 500، 100 عامل، 25 سقالات، 2 سيفتي، 30 مهندس، لغاية ما توصل ل500. كل اللي موجود عندك في الموقع، ومهندسين الموقع ومدير المشروع. طيب انا بقى برجح ان انا اكتبها، ما اكتبش ده كله، اكتب 500 فقط لا غير، ولا عامل ولا موظف. ان هو سألك على عدد العاملين وقول له 500. والقالب اللي في النيبوش هنا اهو جبته، هو كتب 24، بس عدد عمال كام؟ 24. شكرا. تمام، خليكم فاكرين انتم عندكم فوق هيت هنا. ينبغي لك استهداف إكمال هذا القسم من 150 ل200 كلمة. يبقى الجزء ده كله كتابة اللي أنا هكتبها هنا لازم تبقى 150 200 كلمة. نيجي عند الوصف العام للمنظمة.
وده اكتر حاجة الناس بتقع فيها. لما اجي اوصف المنظمة اكتب ايه؟ اوعى تتوه الراجل، اوعى تتوه الراجل اللي بيصحح لك، ما تتوهوش. يعني لما يقولك الوصف العام للمنظمة، فانت لازم اوصف وصف موضح وصريح بحيث ان انا التزم بعدد الكلمات المتاحة من 150 ل 200 كلمة. على سبيل المثال شركة اكس هي شركة كبيرة في مجال اعمال الكهرباء التي تخص مشاريع النفط والطاقة ومشاريع الانشاءات. وتأسست الشركة في عام، على سبيل المثال، 1980، 1900، 2000 يا سيدي. ولها مشاريع عديدة قامت بها في بلاد أو بلدان، في بلدان كثيرة، مثل مشروع مثلا حقل زهر بمصر، مشروع بدور أنا كنت شغال فيه حرفيا، وأيضا لها فروع في جميع دول الشرق الأوسط وأوروبا، وتقوم الآن بتنفيذ العديد من المشاريع العملاقة. يبقى أنا كده اتكلمت عن الشركة، لازم اتكلم واقول الشركة دي بتقدم ايه. والله تقدم الشركة جميع الخدمات التي تحتاجها مشاريع من أعمال كهربية وأعمال التي يقوم بخدمة هذه الأعمال، والأعمال التي تقوم بخدمة هذه الأعمال مثل تركيب ألواح كهربية وتوصيل الكهرباء. متنسوش تشتركوا في القناة عشان أقدر أكمل معاكم الكورس. طبعا اكتب لايك جميل، ده لازم الزامي. فعل لايك.